الفيديو ده علشان نفرق بين البقدونس والكزبرة. في بنات كتير كانوا بيسألوا عن آه، الفرق بين البقدونس والكزبرة، فأنا حبيت يعني أبين لهم الفرق. منضفة الخضرة ومحضرها الصغيرة دي، الحزم اللي بتبقى صغيرة هي دي البقدونس. الكزبرة بتبقى عيدانها طويلة والورقة بتاعتها عريضة. معظم البنات وبالذات يعني اللي بيبقوا لسه في موضوع البيت والمسؤولية والمطبخ، فما بتبقاش عارفة الكزبرة ريحتها حلوة وبتبقى ليها ريحة عالية شوية عن البقدونس. بصوا ورقة الكزبرة تحسي انها مفرودة وعريضة. بصي ورقة البقدونس صغيرة، يعني بتبقى وحداية بس كده وجنب بعضيهم، لكن الكزبرة الورقة بتاعتها تحس ان هي تلاتة. العود زي ما قلت لكم العود بتاعها طويل، البقدونس عوده رفيع وصغير قصير. طبعا الشبت معروف طبعا، وليه ريحة عشان بس ما تتخميش برضو، لان في ناس ما بيبقاش ساعات البياع عنده ضمير بيبيع لك العروش بتاعة الجزر على انها شبت، فتاخدي بالك ان لا، الشبت كمان ليه ريحة مميزة، عيدان الجزر لا. هنا بقى الخضرة لازم تتغسل مرة واتنين وتلاتة، وتنقعيها وتكبي المية منها وتفضلي. انا معلش مسرعة الفيديو بس انا عشان بنات كتير سألت الفرق بين البقدونس والكزبرة، انا حبيت اني انا وانا بعمل اوريها لكم بالمرة. زي ما قلت لكم اني لازم الخضرة تتنقع كويس جدا، وبعد كده بقى حبة خل، بقى ربع كوباية خل ولا حاجة، تنقعيها فيها 10 دقايق، وبعد كده تشطفيها وتصفيها. طبعا لو هتعملي فلافل او هتعملي محشي هتحطيها على طول، مش هتعملي حاجة زي كده هتقدري تكيسيها. ولو مش حابة انها تتشال في الفريزر تقدري كمان تعملي ايه، بتجيبي ورق مناديل وتفرديها فيها وتلفيها وتحطيها في كيس وتحت الفريزر، وتسيبيها لاستعمالها في اي وقت.